السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله هنحاول نعرف الناس المبتدئين إن هو إزاي يشتري خروف التسمين أو خروف العيد. لو ناس بتربي قطعة أو قطعتين للعيد، إزاي يشتري الخروف الصح بطريقة سليمة، لأن نجاح عملية التسمين بتبدأ من الشراء الصح. لازم تشتري الخروف النظيف، ولازم يكون فيه مواصفات معينة بحيث ان هو يديك التحويل المناسب. اول حاجة، لو انت هتشتري خروف الفترة اللي احنا فيها ديت، يفضل ما تشتريش الخروف اقل من 20 كيلو. المتوسط بتاع تحويل الخروف المفروض يكون 8 كيلو في الشهر. المتوسط ممكن يكون 7، ممكن يكون 9، وممكن يكون 10، وفي سلالات زي الرحماني اللي هي زي السلالة الحمراء ديت ممكن تديك تحويل لحد 10 كيلو في الشهر. يبقى اذا انت لو اشتريته دلوقتي مثلا 20 كيلو، هيديك 24 كيلو خلال ال3 شهور دولت، هيوصل معاك على العيد حوالي 44 كيلو. اقل من كده مش هيديك وزن تقيل شوية، هيكون وزنه خفيف في الثلاثينات، وهيكون الموضوع مش مربح، لان الخروف دلوقتي في فترة التسميم بتشتريه غالي، فيفضل انك تشتريه حاليا فوق ال20 كيلو. دي النقطة رقم 1. النقطة رقم 2، افضل علفة للتسمين ان انت ممكن تديله 16% بروتين طول دورة التسمين وتريح دماغك. وممكن لو الخروف لسه صغير في السن ممكن تديله 18% في البداية. يعني لو الخروف متاخد من ورا امه مباشرة، ممكن تبدأ معاه ببروتين 18% وتكمل بقية الدورة ب16% عادي، واخر شهر في التسمين ممكن تديله 14% بروتين، وممكن تكمل طول الدورة ب16%، مفيش مشكلة خالص. افضل علفة عن تجربة هي الذرة مع الردة مع فول الصويا. الذرة 60% والردة 25% والصويا 15%. ممكن تنوع في المصادر، تستبدل الذرة بالعيش او بالغلة القمح او بالشعير، او لو في حد متوفر عنده دقيق ولا حاجة مش مستخدم يعني عاوز يستخدمه، برضو الدقيق ينفع تمام مع الردة والصويا. والصويا طبعا ممكن تستبدلها ببدائل كتير محتوية على نسبة بروتين عالية. ولكن لو انت بتستخدم مثلا في الصويا 150 كيلو على الطن، مثلا في الفول البلدي ممكن توصل معاك ل 250 كيلو، او ممكن نبقى نحسبها لكم برضو في فيديو تاني. طب نيجي للنقطة الأساسية اللي هي اختيار الخروف. اختيار خروف التسمين، أول حاجة الحالة الصحية لخروف التسمين. الحالة الصحية أو المظهر العام إن الخروف لو أنت جايب وزن 20 كيلو، يفضل الخروف يكون أبيض زي الخروف ده كده، تمام؟ يكون لسه خروف أبيض، ده معناه إن هو لسه خروف مفطوم من فترة بسيطة، ما بدأش إن هو الصوفة بتاعته الرئيسية تنمو زي ده كده. يعني ده كده خروف مفطوم بقاله فترة، وهتلاحظ ان قرونه طويلة. ده خروف عمره 7 شهور. انما خروف زي ده او زي اللي وشه لينا ده، تلاحظ قرونه صغيرة. ده خروف عمره 4 شهور. وزن الخروف ده تقريبا كده الى 20 كيلو ان شاء الله، يعني متوسط 20 كيلو. هم مدربين في بعض الترفان ديت حوالي 23 كيلو. ده وزنه تقريبا 20 كيلو. بعد كده الحالة الصحية للخروف، يعني الصوفة بتاعته بتبقى نظيفة. طبعا دي ربعية، دي غنمنا احنا. الصوفة بتبقى نظيفة زي كده، وبيكون الصوفة بيضة. ظهر الخروف يكون مستقيم، مفيهوش تقوسات. التقوسات دي بتنتج عن مرض اتعرض ليه في فترة من الفترات، او لسبب او لاخر. كمان يكون يا ريت يعني يكون ظهر الخروف عريض. ظهر الخروف هنا عريض. ممكن تلاقي الفقرات بتاعته رفيعه كده، وممكن تلاقيها عريضه. لذلك في ناس بتشوف خروف ضخم ما شاء الله عليه، ويجي يحطه على الميزان بيلاقي الخروف خفيف، يعني مش وازن كتير. ويلاقي خروف حجمه صغير وبيحطه على الميزان يلاقيه وزن اكتر من خروف حجمه كبير. ده بسبب ان الظهر ده اكتر مكان بيشيل لحم. فلو الظهر ده السلسلة او الفقرات عريضة،
بتشيل كمية لحم اكتر، فالخروف بيوزن معاك اكتر. انما لو السلسلة رفيعة الخروف بيوزن معاك وزن اقل، لانه ما بيشيلش كمية لحم مع زي الخروف اللي سلسلة ظهره عريضة. بعد كده اللي بغض النظر عن السلالة نوعها ايه، فاللي تكون متناسبة مع السلالة اللي انت بتشتري منها، ولكن اللي تكون فيها دهون. لو اللي فاضية او مجرد عصعوص بتبدأ اللي تملى الاول وبعد كده بيملى الظهر. هو ده ما يعيبش الخروف، ممكن الخروف يكون جعان وبعدين، لكن لو انت عاوز الخروف يجيب معاك بسرعة يكون الخرفان اللي انت بتشتريها اللي بتاعتها ممتلئة، حتى لو الظهر فاضي يبقى يبدأ يملى في الظهر مباشرة، مش هيستنى لحد الخروف ما يملى في اللية وبعدين يرمي في الظهر. يعني بمعنى صح تحويله هيكون اسرع وهيكون شبعان اكتر من الخروف اللي هو ليته ما فيهاش اي شحوم او اي دهون. طبعا وش الخروف يكون بيلمع زي كده وما يكونش شعر الوش واقف. شعر وش الخروف لما يبقى واقف ده بيعني ان الخروف عنده مشكلة في الرئة. لما يبقى شعره تلاقي شعر الوش واقف ده بيكون الخروف عنده مشكلة في الرئة، فيفضل يكون شعر الوش لامع، بيدل على صحة الخروف. لما تلاقي الشعر اللي في الوش ده منحكش اعرف ان الخروف ده عنده مشكلة في الرئة. طبعا الانف يكون انف نظيف، ما يكونش فيه افرازات انفيه كتير بحيث ان هو ما يكونش عنده مشاكل تنفسيه. وكمان العين ما يكونش فيه منها دموع مسيله، ما تكونش العين حمراء، ما تكونش العين عليها غشاوه بيضه، رغم ان الغشاوه البيضه والحاجات ديت كلها لها علاج، لكن يعني انت ما تجيبوش بمعنى صح عنده سخونيه او لقيت الاعراض ديت عنده لما اشتريته بتبدا انت تعالجه. يعني يفضل انك تعالجه مباشرة، لان السخونية ديت ممكن تعمل له مشاكل بعد كده لو انت ما اكتشفتهاش بدري. فلو الخروف عينيه بتدمع او عنده افرازات انفية او عينيه حمراء او عنده غشاوة بيضة، فتأكد ان الخروف ما عندوش سخونية، بحيث انك ما تسهاش عنه ويبدأ الخروف يحصل له مضاعفات تانية. طبعا برضو تأكد من ان قوائم الخروف قوائم سليمة، ما يكونش الخروف عنده اي التواءات في الاقدام، بحيث ان هو لما وزنه يكبر مع التسمين ما يسببلوش مشكلة في المشي او وزنه ما يتقلش على رجليه فيبدأ ان هو يبرك في الارض وما يقدرش يقوم. وفي نفس الوقت برضو الحوافر تتأكد منها ان الحوافر سليمة ويدوس على الارض بطريقة سليمة. وبرضو تأكد من عند المفاصل مفيش اي تورمات. في اوقات معينة بيحصل تورمات عند المفاصل الامامية او المفاصل الخلفية للخروف. طبعا ده زي الانسان بالظبط، دي بتبقى خشونة في المفاصل. طبعا علاجها صعب جدا، ولكن بتاخد لها مضادات التهاب وكده. الخشونة اللي في المفاصل ديت مع تطورها بتبدأ ان هي تعمل ورم حواليها، وبيكون دي مشاكل في الكالسيوم والاملاح. ومن الحاجات المهمة ايضا انك وانت بتشتري خروف التسمين يفضل انك تخلي اللي انت بتشتري منه يفرد لك اكل قدامه، بحيث انك تتأكد ان الخرفان كلها بتاكل. الخروف اللي ما بياكلش ده هيكون في خروف فيه مشكلة، وبالتالي فيفضل ان انت ما تاخدوش من البداية بدل ما تاخده وتحتار بيه بعد كده ويكون فيه مشكلة انت ما تعرفش تحلها. ونقطة مهمة برضو انك لما تشتري خروف من مسافة بعيدة يفضل تديله مضاد حيوي ومضاد التهاب. ويفضل يعني لو انت تقدر تجيب دراكسين هتديله للخروف اللي زيك، هتديله نص سنت دراكسين مع 2 سنت ديفلام قبل ما يركب العربية، بحيث ان هو يجي المشاكل التنفسية ما تبدأش تظهر عليه، او لما تروح بالخرفان تبدأ تديلها كلها مضاد حيوي تنفسي مع مضاد للالتهاب عشان ما يحصلوش التهاب رئوي. طب لو انت جبتهم والخرفان بقت كويسة وما بتكحش وما بتحصلهاش اي مشكلة، الخروف ممكن ما يظهرش عليه المشاكل التنفسية غير بعد شهر من النجل. يعني ممكن تجيبه ويقعد عندك شهر كامل ما تحسش بان الخروف فيه
مشكلة خالص، وبعد كده يبدأ يظهر عليه الأعراض التنفسية. فأنت يفضل الخروف هتجيبه من سفر يبقى تديله مضاد حيوي تنفسي ومضاد للالتهاب. طبعا لو الخروف فيه جرب، لو جرب بسيط ده علاجه سهل وما يعيبش الخروف في حاجة، وهتعالجه بسهولة. يعني هتدي افوماك وتبدأ تجرع الخرفان وتبدأ تحكها وتحط عليها زيت او اي مادة يعني متوفرة عندك ممكن تدهنها بيها، او مرهم كبريت او غيره، ودي بيكون موضوع سهل وعلاجه سهل وما بيعيبش الخروف. لكن لو الجرب مراحله متطورة، والمرحلة المتطورة في الجرب بيكون الجرب جزء من الجلد، يعني بيكون الجرب مش قشرة سطحية فوق الجلد، بيكون الجرب توغل وأصبح قطعة من جلد الخروف، وبالتالي فعلاج المشكلة اللي هي زي كده ممكن تستغرق معاك حوالي 3 شهور أو يزيد. فيفضل من البداية ما تجيبش الخروف اللي حالة الجرب بتاعته متأخرة أو متطورة، حالة بتكون صعبة. الخروف ممكن تشتريه وتيجي وقت البيع يكون لسه الجرب مخفش، وبالتالي فالناس بتكون قرفانة ان هي تشتري خروف بالشكل ده ان هي تذبحه الا اذا بعته لحد جزار او ما الى ذلك. ويفضل ان خروف التسمين تشتريه لو انت خيرت ما بين خروف صفته زي كده وخروف صفته بيضة زي كده، يفضل انك تختار الخروف اللي صفته بيضة، لان ده رغم ان هو صفته مخلية ان منظره مغري في الشراء، وهتحاول ان انت تفكر ان الخروف ده اكتر او اتقل من خروف زي ده، لكن هما الاتنين على فكرة في نفس الوزن، وده صفته اللي مدياله حجم اكبر من ده. دي صوفة بتاعت خروف لسه مفطوم قريب، يعني 4 شهور او 3 شهور ونص، وده 7 شهور، لكن وزنهم قريب من بعضه. او خروف زي كده صفته اللي هي الصوفة الصفراء، لا تختار الخروف اللي صوفته بيضة هيكون افضل، دي الصوفة بتاعت الرضاعة. زائد ان قرن الخروف يكون متناسب مع عمره، يعني القرن ده كده قرن خروف عمره حوالي 4 شهور 4 شهور ونص. القرن ده بتاع الخروف ده كده وزن عمره 7 شهور. فالمفروض ان انت تختار القرن يتناسب مع وزن الخروف، بحيث انك تجيب الخروف عمره مناسب، ما يكونش خروف كبير في السن. اخر نصيحة انك انت لما تجيب الخرفان ما تبداش تحط لهم علفة كتيرة مرة واحدة بحيث الخروف ما يتلكمش منك. ابدأ بكمية بسيطة 150 جرام وكمل بقية الوجبة بالدريس، وبعد اسبوع ابدأ زود 150 جرام تانيين، وابدأ زود كل فترة لحد ما تحس ان الخروف ما فيش اسهالات ما فيش مشاكل. تتدرج مع الخروف تدريجيا في العلف بحيث ان الخروف ما يتلكمش منك. لو خروف وزنه 20 كيلو ادي الخروف 3% من وزنه علف. لكن في نقطة عاوز اعرفها لحضرتك، في خروف زي ده كده الصوفة بتاعته صفرة زي ما حضراتكم شايفين، هو خروف ضعيف اصلا، لكن الخروف ده عمره تقريبا 5 شهور ونص 6 شهور. في خروف تاني زي ده عمره 4 شهور، اللي زي ده ياخد 3% من وزنه. لكن خروف زي ده هو هتلاقيه مدي حجم ومدي عظم، وهو الخروف ده عشان يزيد معاك لازم تديله لحد الشبع، ياخد علفته لحد الشبع عشان يجيب معاك وزن. لكن لو اديت لده 3% من وزنه مش هيزيد معاك. تدي للخروف الصغير ده 3% من وزنه، لكن الخروف اللي هو يعني سنه كبير لكن حجمه صغير لازم تديله لحد الشبع عشان يديك 7 أو 8 كيلو، او بمعنى صح كل 3 كيلو علف المفروض هيدوك كيلو لحمة. عشان تعمل كده لازم تدي الخروف اللي هو عمره كبير هتديله علفة لحد الشبع المفروض يعني. والمفروض الخرفان عموما بتديلهم علفتهم بيشبعوا، وبتفضل قدامهم حاجة بسيطة يروحوا ييجوا عليها طول النهار، كده انت بتديلهم علفتهم كاملة. لما تديله علفته وتفضل قدامه حاجة بسيطة يروحوا يجي عليها تيجي طول النهار، تيجي في العلفة التانية مش هتلاقي قدامهم اي علف. كده انت بتدي علفتهم مظبوطة بغض النظر عن 3% او 2.5%. ده اللي عاوزت اوضحه لحضراتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة، ولو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.